السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم، الله أكرم. طبعا النهاردة إن شاء الله جاي لكم فيديو جديد، فيديو إن شاء الله يعجبكم جدا جدا. هنعمل ايه؟ هنعمل طاجن كده لحمة بالخضار، حاجة بمنتهى الجمال، اللهم بارك. طبعا قبل اي حاجة متنسوناش بدعوة حلوة من قلوبكم الجميلة، وما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصلكوا كل جديد من انا وبناتي. وطبعا بحبكم في الله، احلى اخوات في الدنيا. طبعا هنسمي الله، واول حاجة كده هنعملها مع بعض هي ايه؟ العجينة اللي احنا هنغطي بيها الطاجن. خلاص، هنا معايا معلقة صغيرة جدا من الخميرة، ومعلقة صغيرة سكر، وربع معلقة ملح، ومعايا مية، وكوباية من الدقيق او الطحين. هنزل كده بالمية الاول، دي مية دافية اهو بالشكل ده. هقلب كده عشان تتفاعل معايا الخميرة كده، مية دافية مع السكر والمعلقة الصغيرة ربع معلقة ملح، وهنزل بالدقيق كده هنخله. طبعا انا بحبكم في الله جدا يا احلى اخوات، احلى اخوات في الدنيا. وطبعا بحب تعليقاتكم الجميله جدا وكلامكم بصراحه، يعني ربنا يبارك لكم يا رب. بيخليني يعني ببقى بامانه، يعني بصراحه ببقى عايزه انزل كل يوم فيديو، بس انتوا عارفين بقى احنا في رمضان. كل سنه وانتم طيبين. طبعا يعني اليوم بيروح بصراحه من الواحد. فطبعا في يعني حاجات كده ملتزمات من الواحد غير القناة. بيتنا وأولادنا برضو لهم حق علينا، وكمان ربنا سبحانه وتعالى برضو ليه حق علينا ان احنا لازم نقضي فروض الله. وطبعا لازم الواحد يعني يلتزم شوية بدينه وأخلاقه. وطبعا عايزة أقول لكم إن رمضان شهر الصوم والصلاة والعبادة. شهر بيقرب البني آدم من ربنا، يعني بيقربه جدا، بيقرب الناس كمان من بعضها، يعني شهر جميل جدا. شهر ما بيجيش إلا من السنة للسنة، فلازم نطلع منه كسبانين مش خسرانين. فإن شاء الله نكسب، يا ربنا يتقبل مننا صيامنا وصلاتنا ودعاتنا يا رب العالمين، ويتقبل منكم آمين يا رب العالمين، صالح الأعمال. طبعا هنا خدنا الكلام وعجلنا العجينة في ثواني، وهسيبها بقى تختمر. هي ما شاء الله بتبقى عجينة زي ما شفتوها يابسة كده. هنا كنت بوريكم بقى معايا بطاطس، ومعايا جزر وبسلة، ومعايا طبعا نص كيلو لحمة، ومعايا بصل، وده الفلفل اللي احنا فرزناه مع بعض في الفريزر، ومعايا طماطم ضربها في الخلاط. وطبعا البهارات بقى اللي عندنا، التوابل اللي احنا بنحبها هنضيفها. خلاص، يعني كان معايا فلفل اسمر وبهارات لحمه، ومعايا توم باودر وبصل باودر، ومعايا حبهان ناعم، ومعايا ورق لورا، وزي ما انتم شفتوا كده، ومعلقه من البابريكا، وكمان معايا ملح. اول حاجه قطعت كده البطاطس، طبعا غسلها ومقشراها. هقطعها كده مكعبات صغيره كده. كانت جميله جدا، عايزه اقول لكم دي بقى يا بنات ما شاء الله اللهم بارك، الطاجن ده يعني غني عن التعريف. جميل جدا، حاجه يعني اللهم بارك. عايزه اقول لك في العزومات، لو انت حتى يعني عايزه تعملي اكل بسرعه هتعمليه في ثواني، مش يعني في منتهى الجمال، في ثواني هتعمليه. هقطع انا اللحمه كده بصراحه، يعني النص كيلو ده يعني هنعمل عليه عزومه يعني ما شاء الله اللهم بارك يعني. ربنا طبعا بيبارك على فكرة في الشوية، ويعني ما تقولي بسم الله وتتوكلي على الله كده، ربنا سبحانه وتعالى بيحسن ما بين ايديكي، والله الحاجة القليلة ربنا بيبارك فيها طول ما البني آدم راضي وحامد ربه. حطيت طاسة كده على النار، ونزلت بمعلقة من الزبدة كده من السمنة، وشوية من الزيت، وهنشوح ايه الخضار. اول حاجة نزلت بيها البطاطس كده الاول. عايزة اقول لكم بأمانة الله، يعني الخضار لما بيتشوح كده على النار بيدي ريحة جميلة، وبيبقى جميل قوي، وبيبقى طعمه في منتهى الجمال. انا دي طريقتي بصراحة، وعاملاها قبل كده على القناة، بس كنت عاملاها بقى في ورقة اللحمة اللي هي كنت عاملاها في صينية، كنت عاملة قطع اللحمة كبيرة شوية عن كده. وطبعا زي ما قلت الخضار اللي بتحبيه هتضيفيه. احنا بنحب البسله والبطاطس والجزر بصراحه مع بعض جدا، فضفتهم. هنا نزلت بقى بالبهارات، هبهر الخضار بقى معايا. معلقه من البهارات اللحمه، ومعلقه من توم باودر وبصل باودر، ومعلقه حبهان صغيره، ومعلقه من الفلفل الاسمر، ومعلقه بابريكا. وهقلب كده، هنشوح الخضار. عايزه اقول لكم بقى شمي بقى الريحه بقى، مش قادرة اقولك على الجمال وعلى الريحة، يعني ما شاء الله تفطر اللي ما يفطرش. جميلة جدا والله، بحبكم في الله جدا. ولما باجي اعمل فيديو بأمانة الله ببقى نفسي ان انا اتكلم معاكم، يعني انا ما بتكلمش مع حد خالص.
قال معاكم والله يعني انا يعني يعني مش مختصرة بحد، يعني مختصرة بنفسي كده، مش مختلطة بحد بصراحة، لا من جيران ولا أي حد. فبصراحة يعني بحب أتكلم معاكم بأمانة يعني. فمش مختلطة بحد غير اللي معايا في البيت وأهلي وبس، وأهل جوزي بصراحة ربنا. فبقلب كده أهو بالشكل ده. كل الخضار هنزل بيه كده هشوحه. نزلت بالبطاطس الأول، وبعد كده الجزر، وبعد كده البسلة. هنديهم تشويحة بقى بالتوابل اللي حطيناها دي. مش قادرة أقول لكم بقى على الريحة. ريحة يعني اللهم بارك، ريحة يعني جميلة جدا. تشويح الخضار ده والله يعني بيدي فعلا نكهة فيه حلوة، وبيخلي لي طعم تاني، يعني يوديكي في حتة تانية فعلا. شوحت كده الخضار وشيلته كده، هفضيه في طبق. على طول نفس الطاسة اللي شغالين فيها. احنا هنشتغل كله ان شاء الله في طاسة واحدة، مش هنعمل مواعين كتير ولا اي حاجة. هنزل بقى باللحمة كده اللي احنا قطعناها مكعبات كده صغيرة. دي لحمة جملي على فكرة. يعني احنا بصراحة مش بنحب الا اللحمة الجملي بصراحة ربنا يعني. عيالي مش بيحبوا الا هي يعني بصراحة. فقلبتها كده. هقلبها بقى، اديها تقليبه كده، طبعا نار عاليه عليها عشان تاخد صدمه كده. انا عايزه بس ايه اقلبها كده. طبعا اللحمه الجمل انتوا عارفين ان هي بتاخد سوا جامد. لو انتي طبعا عارفه هقول لك برضو خدت سوا قد ايه معايا. وهقول لك لو انتي جايبه لحمه مثلا صغيره، او لحمه بلدي، او اي نوع لحمه، هقول لك برضو هتاخد قد ايه معاكي، وتخلي بالك ازاي تتعاملي معاها. قلبت بالشكل ده، هديها بس تقليبه كده. طبعا مطرح الطاسة بقى، مطرح السمنة، ومطرح التوابل اللي حطيناها مع اللحمة، مش قادرة اقول لكم الريحة كانت طالعة اللهم بارك، ريحة جميلة جدا. نزلت كده بقى بالبصل، البصليات اللي كانوا معانا خرطتهم تخريط صغير كده، وهنزل بيهم. طبعا وصل معايا لحد هنا. ما ينسناش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس كده، عشان كل ما انزل فيديو كده يوصل لكم شعار بيه. واللي ما اشتركش في قناة انا وبناتي ينزل كده على طول يشترك، عشان قناتنا تكبر وعيلتنا تكبر بيكوا يا احلى اخوات في الدنيا. نزلت بايه كده زي ما انتم شايفين، بمعلقه من التوم المهروس، معلقه كبيره كده. مش قادره اقول لكم بقى، التوم مع اللحمه مع البصل بيدي ريحه ونكهه منتهى الجمال. طبعا قلبتها تقريبا كده لحد ما ريحتها طلعت، ورحت نازله بيهم كده. وده بقى الفلفل الالوان اللي احنا خرزناه مع بعض، لو كانكم فرزناه مع بعض في الفريزر. لو كانكم فاكرين، كنت عاملاه مع فيديو لوحدي هو وقلقاس وسبانخ. بصراحه الحاجات دي بتنفع زي ما قلت. نزلت هنا بالتوابل اللي احنا وريناها لكم، بس مش هنزل بالملح. الملح اخر حاجه، لان الملح بيعجز اللحمه شويه عن السوا. خلي بالكم من النقطه دي. لو انت عارفه ان اللحمه دي هتاخد سوا شويه، ما تحطلهاش اي ملح، ولا تضيفي ليها اي ملح خالص الا في اخر السوا. يعني لما تكون خلاص دخلت على 3/4 سوا، تروحي ضايفه لها الملح بتاعها والحقيق بتاعها تظبطيه. انا ما حطيتش اي ملح لحد دلوقتي خالص. كل اللي حطيته التوابل اللي احنا وريناها لكم. وهنزل بالطماطم كده ضربها في الخلاط. طبعا دول حوالي بالظبط كده 4 حبات من طماطم او 5 حبات كده. زي ما قلت الخضار اللي هتحبيه هتضيفيه، كل واحد على حسب الحاجة اللي بيحبها وبيرتاح لها. هسيبها بقى ايه، هغطيها، هسيبها تتسبك شوية مع بعضها كده، واحس ان اللحمة استوت. هنزل بالخضار يعني كده اللحمة استوت بالظبط كده. يعني تلتين سوا كده. يعني داخله على 3/4 سوا. هنزل بالخضار، لان الخضار ما بياخدش نفس سوا ايه اللحمه. الخضار بيستوي على طول قبل اللحمه، فهنخلي بالنا منه عشان ما يتهريش معانا. وهوريكم برضو في اخر الفيديو كان في منتهى الروعه والجمال. هسيبهم بس كده يقلبوا كده قلبة مع بعضيهم، يدوا كده مع بعض ويشربوا كلهم من بعضيهم كده، وهنزلهم بقى. طبعا هنا انا عندي طاجن ما شاء الله اللهم بارك. بس بصراحه ما اكدبش عليكم، كان عايز طاجن اكبر من كده، الخضار باللحمه. لان احنا توصينا شويه بالخضار. احنا عشاق البسله بصراحه ربنا، بنحبها جدا. فطبعا كان عايز طاجن بصراحه اوسع من كده شويه. فده اللي كان متوفر عندي انا. احنا بنحب بصراحه الصلصه فيها كتير. نزلت بقى ايه زي ما شفت اهو. نزلت بشويه كده، حطيت لها شويه شوربه، وحطيت لها ايه معلقه الملح اللي احنا قلنا عليها. وهنظبط الايه الملح بتاعها. طبعا هنا كنت بوريكم بقى ايه العجينه كانت خمرت معايا، وهشتغل بقى فيها. الطاجن كده خلاص خلص معايا وبقى تمام. واللحمه فيها 3/4 سوا يا مدوب، الربع اللي هو الاخير دوت اللي هو ايه هتستوي بالخضار بيه. اللحمه الجملي بتاخد سوا شويه، فانتوا خلي بالكم. لو عايزه شوربه تحط لها، عايزه ميه نحط لها ميه سخنه.
اللي عندك هتضيفيه، وبس اهم حاجه تكون حاجه ميه سخنه اللي هتحطيها علشان ما تعجزش معاكي في السوا. هنا بفرد بقى العجينه. بصوا بسم الله ما شاء الله خمرت معايا، طبعا عم خلصنا كانت بسم الله ما شاء الله خمرت وزادت، وبتتفرد معايا بكل سهوله لانها مرتاحه جدا. هفردها بالطريقه دي. حطيت شويه دقيق على المفرش، شويه من فوق وشويه على العجينه كده عشان اعرف افردها وعشان ما تلزقش معايا. وهغطي كده الطاجن بتاعنا. كانت بصراحه جميله جدا، بس بصراحه كان عايز طاجن اكبر من كده شويه. بكلمكم بكل صراحه وبكل صدق وامان، وهقول لكم ايه العيب اللي حصل معايا في اخر الفيديو. هنا بقى ايه العجين الزياده كده قطعته بالشكل ده، طبعا مش هنرميه. انا هعمله بصراحه، عملته ما شاء الله رغيف. سبتها كده لميتها وسبتها ترتاح شويه، وبعد كده هفردها وهعملها ايه رغيف لوحدها كده. هنغمس بيه ايه معلقه. حطيت طبعا شويه كده من حبه البركه وشويه من السمسم على الوش. مش حابه تضيفيهم ما تضيفهمش يعني. يعني دول بره الوصف خالص عادي. كل واحد على حسب راحته وعلى حسب المتوفر عندي. طبعا شغلت الفرن من تحت على حرارة 200 عشان تبقى عالية عشان يستوي بسرعة. واللهم بارك طبعا قلب طبعا. الشوربة كانت زايدة شوية فيها، وما شاء الله الطريقة كان زايد قوي عشان كده فار معايا زي ما انتوا شفتوا كده. العيش ما شاء الله يعني شرب من الطاجن وكده، بس كان في منتهى الجمال. اللهم بارك، كل حاجة فيه مستوية وريحته جميلة وطعمه أجمل حاجة بجد. فعلا لو في عزومة هتشرفك بأمانة. بس ايه الفكرة ان انتي لو تعملي في طاجن أكبر من ده، لو كمية كبيرة ما تخلي بالك العجينة ما تحصلش خالص الخضار. وهنا كنت عاملة بقى رز أبيض كده جنبيها، حاجة في منتهى الجمال. ده كان فطارنا النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وبحبكم في الله أحلى أخوات في الدنيا. واللي وصل معانا لحد هنا ما ينسناش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من أنا وبناتي. طبعا اللحمة كانت دايبة دوب، بس أنا والله ما كنتش عارفة أوريها لكم لأن طبعا كنا لسه صايمين ما فطرناش، وكمان كانت سخنة جدا. يا رب يكون الطاجن عجبكم وبحبكم في الله. وأي حد عايز أي حاجة يكتب لي في التعليقات، وإحنا إن شاء الله مكملين مع بعض. كل حاجة كانت مستوية فيه، واللهم بارك بألف هنا وشفا اللي كان.